في اوقات كتير رحنا لجأنا للناس عشان عندنا مشاكل، بس الناس قالت لنا روح صوم، روح صلي، روح اعمل صلاة استخارة، روح اعمل اي حاجة ليها علاقة بالروح. بس انا عايزة اقول انه في اوقات كتير جدا مشاكلنا بتكون مصدرها احنا متركبين، زي ما قلنا في حلقات تانية عن جوهري، شباك جوهري، انه في 4 اقسام فينا. انا بحس ان المشاكل مصادرها حاجات مختلفة، احنا جسد ونفس وروح، ودي ابسط تقسيمة تقسم بيها الانسان. الروح هي الحتة اللي ليها علاقة بربنا، اللي هي مش موجودة عند الحيوانات، موجودة بس عند الإنسان، وهي الحتة المختلفة عن بقية المخلوقات. النفس والجسد موجودين عند بقية الكائنات الحية أو الحيوانات يمكن، لكن اللي أنا عارفاه إنه إحنا متكونين من الحاجات دي. الفكرة إنه مشاكلنا مصدرها توليفة من الحاجات دي مع بعض بنسب مختلفة. أوقات كتير بتبقى المشكلة مش في إننا مش كويسين كفاية، او ان احنا ارادتنا ضعيفة زيادة، او ان احنا مستحلين الغلط اللي احنا فيه. ساعات كتير بتبقى المشكلة في انه الشخص اللي نصحنا كان انسان مخلص جدا جدا جدا، بس اتكلم من التخصص بتاعه بس. فلو رحنا الرجل دين بيتكلم عن الروح بس، وكأن كل مشاكلنا جاية من المنطقة دي. لو رحنا الدكتور نفساني ساعات كتير بيتكلم من منطقة الجسد، النفس بس، او دكتور بشري بيتكلم من الجسد بس. عشان كده ساعات كتير نكتشف ان الشخص اللي دارس طب